السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الاحوال واحسن الظروف. الفيديو ديال اليوم عباره عن ميني بيتزا بعجينه سحريه وبمكون سحري، كيجيو رطب ومقرمشين وهشاش. فبقاو معايا للاخير باش نوريكم مقادير وطريقه التحضير وحتى الطريقه ديال الاحتفاظ بهم مده طويله. صافي، بالنسبه للبيتزا ديالنا فغادي نحتاجوا لها نص كيلو ديال الدقيق مغربل، غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، غادي نزيد واحد شويه، غادي نحتاجوا واحد المعلقه تقريبا نص معلقه ديال الملح، ما تكثروش. صافي، غادي ندير تقريبا نص كاس مع عمر ديال زيت الزيتون، من بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال السكر السنيده. صافي، وغادي نخلطوهم. فبالنسبه للعجينه ديالنا فغادي نجمعوها تقريبا 350 مليلتر ديال الحليب دافي. وبالنسبه لزيت الزيتون فبالامكان ديالكم تعوضوها بزيت المائده او ديروا معلقه كبيره ديال الزبده. صافي، انا غادي نديرها في العجان تنعجن ونرجع معاكم. صافي، من بعد ما تعجنت مزيان فغادي نضيف لها معلقه كبيره ديال الزعتر منقي، وغادي نضيفوا المكون السحري اللي هو معلقه كبيره ديال الخل. وغادي نستمروا في الخلط ديالنا. من بعد ما تعجن العجينه ديالنا فغادي نغطيوها ونخليوها حتى تخمر، يعني حتى تضاعف الحجم ديالها. من بعد عاد غادي ندوزو باش نشكلوها. صافي، من بعد ما خمرت لي البيتزا ديال العجينه ديال البيتزا كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، صافي غادي نخوي لها الغاز اللي فيها. صافي، غادي ناخذ شويه ديال الفينو، يعني ما تعاودوش يعني ما توليوش تدلكوها، يعني تعجنوها. غادي غير دابا هكا نورقوها نيشان. فمره ملي تكونوا تورقوا العجينه ديالكم هزوا العجينه وليو رشوا، يعني الا كان خاصها الفينو وليو رشوا الفينو باش يعاونكم ملي تكونوا تقطعوا البيتزا ديالكم. صافي، دابا من بعد ما ورقناها فغادي نهزوها يعني حتى ترجع، يعني تاخذ الشكل يعني ديالها الطبيعي. يعني غادي تقلص لنا باش هكا من نقطعوها دوائر، يعني ما يجيوناش عوجين ولا مديفورميين. صافي، صافي، من بعد ما خدت الحجم ديالها يعني الشكل ديالها الطبيعي راه كتقلص، غادي ناخذوا هاد الاداه اولا بالامكان ديالكم تقبوها غير بالفرشيطه. صافي، ومن بعد غادي ناخذوا هاد القطاعه، يعني هذه وقيله راها الثالثه في دوك يعني القطاعات اللي فيهم 5 على ما اظن. فبالنسبه للحجم فكيبقى على حسب كل وحده كل سيده. الا بغيتو ديروهم حتى يعني كبار، يعني تقطعوهم هكا كبار، بالامكان ديالكم تقطعوهم كبار، يعني كل وحده وعلى حسب الحجم ديالها، يعني الحجم اللي بغاتو. فانا غادي نقطعهم بهذه القطاعه. صراحه انا ملفاش يعني نستخدم هذه القطعه ديال البلاستيك، يعني ملفه نقطع بالقطعه ديال الحديد. يعني غادي نوريكم في يعني الا كملتوا الفيديو غادي يبان لكم يعني الفرق ما بين القطعه ديال الحديد والقطعه ديال البلاستيك. القطعه ديال البلاستيك يعني ما كتكونش ماضيه كما ديال الحديد، يعني غادي تعذبكم ديال البلاستيك. حاولوا ملي تكونوا يعني تورقوها رشوا الفينو يعني مزيان
هنا راه بعض الحبات راهم لصقولي، يعني ما كثرتش الفينو. صافي هادو غادي نطيبهم، يعني غادي نديرهم يتشمعوا. الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد يعني غادي تدخلوهم، ما تحسبوا لهم يعني غير يبيضوا، ما تخليهمش حتى يحمروا. يعني تعلوا الفران يسخن وديروه على درجه حراره 180 درجه، وتدخلوهم يعني الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت، وتدخلوهم غير يتشمعوا، يعني تحسبوا لهم واحد 5 دقائق ولا، وتجبدوهم. صافي. وبالنسبه لديك العجينه يعني اللي تبقات لنا، فغادي نجمعوها وغادي نديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح حتى تطوع، نعاودو نورقوها. صافي هادو كما كتشوفوا يعني تشمعوا، يعني باقيين عاد بويض، يعني شي حبات يعني واخا رققتهم يعني كانوا عاد خاصني نزيد شويه نرققهم، يعني ما كنتش باغيهم هكا يجوني شويه غلاط. صافي انا دابا خديت العجينه يعني اللي جمعتها، راني نورقها دابا، يعني خديتها واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. فهذه غادي نرققها مزيان، وغادي نقطعها بقطعه واحده اخرى حجم شويه كبير، قطعه ديال الحديد. صافي ها هما من بعد ما تشمعوا كيجيو على هذا الشكل، يعني شفتوا رققتهم ونتفخوا، يعني بحال جاو القياس، يعني العبار المناسب اللي بغيت انا. صافي انا غادي نهزهم ونحطهم في واحد البلاطو، من بعد نكمل هادو تا هما يطيبوا. هاي هذيك اللي كانت شايطه لي فتا هي ورقتها، يعني صافي ما بقى لي ما زيد نقطع، يعني ورقتها وحده صغيره. صافي هذه هي الكميه اللي خرجت لي، يعني العبار ديال نص كيلو. كما كتشوفوا هادو يعني اللي قطعتهم بالقطعه ديال الحديد فكيجيو يعني بنفس الشكل، يعني ما كيتغير الشكل ديالهم، على عكس نتاع ديال القطعه ديال البلاستيك. صافي هنا بالامكان ديالكم يعني تحسبوا يعني شحال ما بغيتوا، يعني 5 ولا 6 ولا 10، وديروهم في السلوفان وتحتفظوا بهم في المجمد. هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، فكنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنىكم تجربوا الوصفه ديال هاد العجينه ديال البيتزا. انا كنقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.